ليش اول ما بيفتح المطعم اكله بيكون بجنن وبعد فترة بصير سيء؟ كلياتنا بنعرف هذا الاحساس اكيد. مطعم جديد، لقمة مرتبة، خدمة ممتازة، ومعاملة بتاخد العقل، بس يا دوبك بيمرق كم اسبوع وبتبتدي الناس تحكي الكلمة المعهودة: مطعم اكله تغير، نزع حاله، اكيد الشيف مشي. بس يا ترى ليش هيك عم يصير؟ في ثلاث اخطاء قاتلة بيوقعوا فيهم اصحاب المطاعم. اول خطأ فيهم: بيجيب شيف قوي وبيبتدي بداية قوية، وبعد فترة ببلش بنزل بمرتبه، فالشيف بيحمل حاله وبيمشي، طبعا بياخذ الطعم الطيبة معه. تاني شغلة انه هن بالبداية بيشتغلوا بافخم المواد واغلاها واعلاها سعرا، وبعد فترة لما بيحسبوا التكاليف بيلاقوا حالهم خسرانين، فبيضطروا انه يقللوا بالخامة، وهذا الشيء بينزل من جودة المطعم كتير. وواحدة من أسوأ الشغلات اللي بيعملوها انه لما الزباين تشتكي ما بيسمعوا له، كومنت سلبي بيمسح من هون، تعليق من هون ما بيهتموا فيه، زبون اشتكى ما بيردوا عليه. وبيني وبينكم شوي شوي الناس بتبلش تكش، شوي شوي الناس بتبطل تشتري، وهيك ببطل في نجاح مستمر ويدخل المطعم بدوامة الفشل. النجاح مو دائما بيكون بالافتتاح، النجاح دائما بيكون بالاستمرارية. وخليها قاعدة عندك: الناس غالبا ممكن تسامحك بتأخير الوقت 10 دقايق ربع ساعة مو مشكلة، بس عمرها الناس ما بتسامحك إذا الطعم تغير عليها أو الأكل طلع لها مو مستوي صح. وإذا بتحب هيك نوع من القصص عن وجه البزنس الحقيقي، تابعني، لأنه القصة الجاية يمكن تكون عن مطعمك.